السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبائي الكرام، قبل أن أستهل حديثي عن أسباب البركة في البيوت، لا ضرر أن نعطي تعريفا وجيزا عنها. البركة جند من جنود الله تعالى، يرسلها الله عز وجل لمن يشاء من عباده، فإذا أحلت في المال أكثرت، وفي الولد أصلحت، وفي الجسم قوت، وفي الوقت عمرت، وفي القلب أسعدت. اللهم ارزقنا البركة في كل شيء. من أسباب البركة في البيوت المحافظة على قراءة القرآن الكريم وذكر الله بشكل عام. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بر الوالدين وصلة الأرحام، حيث إنهما متصلان بالله تعالى، فالواصل لرحمه وصله الله. من أسباب البركة أيضا الاجتهاد في نيل المال الحلال والترفع عن الحرام والشبهات، فإن البركة تكمن في المال الحلال الطيب. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك يا أرحم الراحمين. الاجتماع على الطعام جميعا والتسمية عند بدئه، فهذا يجلب البركة على أهل البيت. التبكير في الأعمال سائرها، والبدء فيها فجرا أو بعد الفجر، لأن الوقت مبارك في أول النهار. الدعاء بنيل البركة، فذلك من أسباب الفوز بها في حياة العبد. اللهم ارزقنا البركة. السلام على أهل البيت عند الدخول إليهم، فذلك سبب لحلول البركة فيهم، كما أنها وصية نبينا الكريم عليه ألف الصلاة والسلام. دوام الإعطاء والكرم وعدم البخل والشح. من أسباب البركة أيضا كثرة الاستغفار والمواظبة عليه، مع عدم الإصرار على الذنوب صغيرها وكبيرها. سؤال الله البركة في العطاء والرزق. اللهم إنا نسألك البركة، حسن الخلق والبر مع الناس، فقد قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أعمال البر ونيل البركات. حسن تدبير الوقت وتنظيمه مما يؤدي إلى البركة فيه وتحقيق الإنجاز المطلوب. من أسباب البركة أيضا تقوى الله تعالى ودوام التوكل عليه وحسن الظن به. التوكل على الله في جميع الأمور كبيرها وصغيرها، مع الأخذ بالأسباب والعمل بجد ونشاط طبعا. الاستغفار عن المعاصي والذنوب والتوبة الصادقة، ومعاهدة النفس على عدم العودة لفعلها. زيارة الأهل والأصدقاء والسؤال عن أحوالهم، فهي باب للرزق والبركة. من أسباب البركة أيضا في البيوت تعويد اللسان على كثرة الحمد وشكر الله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى باستمرار. اللهم أدم علينا نعمة الستر، اللهم أدمها علينا نعمة واحفظها من الزوال. الصدقة، فالتصدق يجلب كل خير،
فأكثروا منه تنالون ما ترجون، وتصدقوا ولو بالقليل. الصدق في البيع والشراء، مع بيان ما في السلعة من عيوب إن كان فيها ذلك، فالصدق يحقق البركة ويزيد الرزق. الأمانة والصدق فهما معا يحققان البركة ويزيدان في الرزق. ومن أسباب البركة أيضا في البيوت كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، سبب من أسباب استجابة الدعاء إذا اختتمت واستفتحت به. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم البركة في بيوتنا وصحتنا وحياتنا وذريتنا وأموالنا وأوقاتنا وفي كل أمور حياتنا. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، في أمان الله وحفظه.